الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى قيام يوم الدين. حياكم الله وحيا الله هذه الوجوه الطيبة المباركة المتوضئة، وأسأل الله جل وعلا كما جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم في دار كرامته وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أحبة، اليوم أحد الأخوة موجود معنا في المسجد بعث رسالة أثرت فيني جدا، رسالة واتساب دزها في الجروب مجموعة، ودز هذه الرسالة يقول فيها في بعض الأحيان أشتهي الموت وأتقبله من كثرة الفتن والخوف من الانتكاسة والشوق للذي هو أرحم بنا من أمنا الحنونة، والشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أوصانا: إخواني اغتنموا ما بقي لنا من أيام، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أحبة، هذا رجل يعيش في بيئة محافظة ويقول هذا الكلام، يقول هذه الكلمات، يرى أن الزمن فيه من الفتن الشيء الكثير، والفتن يا أحبة في هذا الزمن مخيفة جدا، إي والله مرعبة. وهذا الكلام اللي قاله له شاهد من السنة النبوية. يقول عليه الصلاة والسلام عند البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة، يقول: والله والذي نفسي بيده لا تقوم الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر ويتمرغ عنده يقول: يا ليتني مكانه وما به من دين. يعني ما يقول هذا الكلام لأن عليه ديون وهموم، لا، إنما من كثرة البلاء ومن شدة البلاء. يا أحبة، فتن مرعبة والله، إن الزمن مخيف. كل اللي موجودين الآن في المسجد كلنا مع جوال، وكلنا عنده وسائل تواصل اجتماعي، تويتر، سناب شات، فيسبوك، غيره، انستغرام، كل التواصل الاجتماعي، وكلنا له ناس يتابعهم. وأقسم بالله يا أحبة أن في هذا الزمن أن هناك دول ومنظمات أن همها في هذه الدنيا همها إسقاط قيمكم وإسقاط دينكم، وأن لا يرون أحد موجود في المسجد. والله أن الأموال تدفع لحسابات مليونية ولأشخاص غالبنا حتى يظن فيهم خير، التابعه الظن فيه خير، وهو موجود يسقط قيمك شيئا فشيئا. والناس يا أحبة وانت تتابع، ترى الناس 3 أصناف: قسم كفرة، ملحدين، معاندين، فساق، فجار، كل الإثم والأذى فيهم، وهذول ما يخفون على أحد، ما يخفون على أحد. بل إن كثير من المسلمين مروا علي حسابات مسلم فلان قبيلة تهز الدنيا، ملحد، يقول مصدقين أنتوا عذاب قبر وكذا، ويقرأ سورة البقرة، يقول كانوا يضحكون عليك، أنت حافظها قبل في الحلقات، يقرأ سورة البقرة حافظها، يقول يضحكون عليه، يقولون هذا قرآن، الله هو اللي قال الكلام هذا. إلى هذا الحد. هذا كان عايش معنا ثم راح لأوروبا وانسلخ من دينه، وبعد يرسل هذه الرسائل المجرمة. هذا قسم ما حد يعني ما يخفى عليه الإجرام، الناس ما يخفى عليه إجرام هذا القسم. القسم الثاني أناس فساق، فجار مسلمين، فاسق فاجر مسلم، يصلي صلاته يا أحبه لنفسه وإسلامه لنفسه. بل يمكن تشوفون، كلكم شفت، أنا ما أحب أذكر أسماء، بس رسالة كلكم راح يذكرها وكلكم يعرفها. قبل فترة واحد طلع يقول: أصلا اللي ما يحبني
هذا ما يتقي الله عز وجل. شلون اللي ما يحبك؟ من أنت مقضي حياتك كلها في الطرب، تغني وتدق عود وضايع حياتك كلها في اللهو، وتقول اللي ما يحبني ما يتقي الله عز وجل؟ ليش؟ عبد الله بن مبارك أنت، الشيخ عبد العزيز بن باز، الفضيل بن عياض، تحج سنة وتغزو سنة. من أنت؟ لكن هذه رسالة للشعوب، رسالة لنا كلنا. ترى الأمر عادي، مش ترى يا جماعة حنا يعني قمنا نتساهل، وتساهلوا يا ناس ومشي، ولا تشددون في الدين وكله حرام حرام، لين الدين انهدم، لين القيم راحت، لين المبادئ ولت. قمنا نشوف حرام ما تقدر تتجرأ تقول حرام، تخاف من الناس. والسبب هذا وامثاله. ومع الأسف يطلع بعض طلاب العلم وبعض المحسوبين على الدعوة الإسلامية ويقابلهم ويقول من باب الدعوة. ما هو من باب الدعوة. الإمام الشافعي إمام الدنيا، رجل أديب، عالم وأديب، يحب الأدب. الحسن بن هانئ أبو نواس معروف شاعر المجون، معروف مشهور بفسقه. يقول الإمام الشافعي يقول لولا مجون الحسن بن هانئ لأخذت الأدب منه. لو ما أنه فاسق والله لقعد أتعلم منه وأسمع منه وأقرأ عليه وأفهم منه. القرب منهم أذى. قرب واحد ميت صار له 20 سنة يرجو من أتباع أن يترحمون عليه، الله يرحم، الله يغفر له، لا يحيون ليالي باسمه، ليلة فلان وفلان، ويجيبون المطربين من العالم ويحطون صورته، ويجيبون أهله، ويجيبون شبيهه، ويجيبون بنته تسلم عليه، تصافحه امرأة تصافح لها رجل وتلمه وهو غريب عليها، لا هو أخوه لا هو محرم. وإذا حتى تكلم قال يا جماعة لا تصيرون شديدين. يا جماعة وين تبون نوصل الدين؟ وين تبون نوصل الناس؟ يعني إلى أن ننسلخ من ديننا. ترى نجاتنا يوم القيامة بهذا الدين، وعزتنا بهذا الدين. والله العظيم ما ينجيك يوم القيامة إلا هذا الدين. تروح للقبر يحطونك وكل الدنيا اللي معك، قبيلتك وجماعتك اللي شايلتك، تقطك وترجع عنك. ما يدش معك في القبر إلا الدين. لا تتساهل، كل شيء الحرام حرام. يا أخي الله مغنينا بالحلال كله، ومغنيني إني أجامل على حساب ديني. أدخن قولي والله حرام الله يتوب علي، أدخن الله يهديني إن شاء الله. تسمع أغاني يقول الله يتوب علي، يضحكون عليك. لا الأغاني حلال، قول حلال. تدري إن إذا حللت ما حرم الله هذا إثمه أعظم وأجرم عند الله تبارك وتعالى. لا أقول والله حرام أنا مقصر عسى الله يتوب علي، وش أسوي وبس. أنت على خير عظيم إذا قلت هالكلام. أرحم مليون مرة أن تقول لا يبقى حلال ما فيها شيء. والله يا أحبة أن أقول لكم الحسابات الثانية، الصنف الثاني. الآن الأخوات يسمعن ما فيهن وحدة ما تتابع هالمشهورات مع الأسف. تقوم الصبح امرأة قبل المرأة اللي التليفون يدق في تليفون البيت ترتعد ما تقدر ترد تقول ألو. هذه قصة دايما أقولها. قبل 20 سنة عندي صديق، قبل التليفونات ما كان عندنا تليفونات، تليفون بيت، إني يرفع التليفون لا دقيت عليه إن التليفون ينشال ويسكت. أقول ألو 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 يتسكر بوجهي. لين مرة ثنتين أقول لأخوي قلت يا ولد أنا أدق عليك ما حد يرد علي، تليفون ينشال. قال والله أبو عمر هذه أختي. قبل أبو عمر ما كان عندي عمر، هذه أختي تشيل التليفون إذا ما تعرفك ما تكلم رجال تسكره. شوف الحياء. واليوم الحريم لسانها هالطول وتتكلم وتصور يدها. الله أكبر. أخواتي العفيفات الطيبات النزيهات، بنات الحمايل، بنات العوايل، تطلعين تصورين يدش وتحطينها، ايش مستفيدة؟ ولا حاطة رجل على رجل تصور كعبها، ولا تصور ايش مستفيدة؟ ليه تنجرين خطوة 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 خطوة؟ والله ما قال لا تتبع الشيطان، لأنه ما في أحد عما يروح للشيطان بسرعة. لا قال لا تتبع خطوات الشيطان. أي شيء الشيطان هناك بس فيه خطوات توديك يمه. ليش تجرئين
تدخل المحل لسانك طويل تتكلمين مع الرجال، ليش؟ لا العفة العفة العفة. الحياة ترى حيائك يا أختي بقيمك ودينك بحيائك. اي والله حيائك يا أختي رأس مالك. النبي صلى الله عليه وسلم مر على صحابي فيه من الحياة الشيء الكثير، حياوي يستحي، وسمع واحد من الصحابة يقول يا فلان أقصر من هذا الحياة، خفف من هذا الحياة، حقك ضايع، كل شيء فيك ضايع، ترى الحياة ما هو لهالدرجة هذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا في حق رجل، فما بالكم بحق المرأة كيف يكون؟ الصنف الثالث يا أحبة صنف الناس اللي يتكلمون لك عن القيم، عن المبادئ، عن الأخلاق، عن الدين، عن يفيدونك بأي شيء في حياتك وفي آخرتك. هذا الصنف احرص عليه، هذا الصنف احرص عليه، تابعه. والله يا أحبة ترى الحسابات السيئة، لا تظن تقول والله بس أضحك وتابع، لا والله يا أحب أنك اليوم تشمئز وبكرة تألف وبكرة تستانس وبكرة يعجبك الشيء وبكرة تسوي مثله خطوة بخطوة. شفتوا المقاطع اللي تطلع لامرأة منقبة بالتليفون ولا لا 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 تقول والله أنا أدركت الآن أن النقاب ما هو حرام، كشف الوجه وتقطع، وأدركت أن كذلك تغطية الشعر مو حرام وتقطع لايف، وهي صار لها أشهر. هالحريم هذا ترى تدفع قلت لكم والله ملايين عشان يوصلوا الرسالة للشعوب. تشوف مكان فيه فساد وكل الحاضرات منقبات، مو بلاش رسالة للمنقبة انت شم قاعدة في البيت تربين عيالك وتقابلين، اطلعي استانسي، ترى دنيا مؤقتة يا أحبة، والله مؤقتة. وأقسم بالله ترى في الآخرة جنة ونار فقط، جنة ونار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، خلاص هذا الفوز الحقيقي. لما جاء رجل للإمام أحمد يقول له يا إمام متى الراحة، متى نرتاح بهالدنيا، متى نخلص من هالدنيا ونرتاح؟ قال عند أول قدم تضعها في الجنة. هذاك الوقت يتحسف ويندم ويتحسر كل إنسان مقصر. احرص. كذلك رسالة لإخواني الشباب، أعراض المسلمات خط أحمر، لا تتجرأ. عندك خوات، عندك زوجة، عندك أم، عندك أهل، مثل ما أنت حريص على خواتك وحريص على أهلك ترى الناس كذلك. احرص، شيم نفسك من هذا الموضوع يا أحبة. أقسم بالله نجاتنا بهذا الدين. يوم القيامة يوم مهول، الله وصفه تشيب منه مفارق الولدان. شفت شعر الولد يوم القيامة يصير أبيض يشيب. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى بس ما هم شاربين وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذاك اليوم ينجيك الدين، تنجيك أخلاقك، تنجيك قيمك. إذا وقفت على الصراط الدين يجتازه بك، وقفت بين الجنة والنار الدين يأخذك للجنة، الدين يمنعك عن النار، الدين يأخذك لكل فضيلة. وترى ما حنا بقاعدين في غابة ولا نصلي وبس ما عندنا شيء، لا الحمد لله رب العالمين كل دنيانا حلال، نطلع ونستانس ونتمشى ونروح في خير عظيم، في خير وفي أمان في ظل هذا الدين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام بهذا الدين، والله تدور العزة بغير هذا الدين ما تحصلها. مهما كنت من قبيلة الفلانية وجاه وأموال ووجاهة ورتبة ومنصب وكله ضايع، كله رايح يوم القيامة. يبقى معك الدين. عبد الله بن جدعان، أختم بهذه القصة، رجل شهم كريم شجاع يعين على نوائب الحق يكرم الضيفان، رجل يضرب فيه المثل بشجاعته بكرمه. تقول أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أينفعه ذلك عند ربه؟ ينفعه هالأمر؟ قال لا يا ابنة الصديق
إنه لم يقل يوما رب اغفر لي. ما كان يؤمن بالله، ما معه دين، خسر الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين.